موقف خلاني اخد قرار غير حياتي. من فتره زرت حد من قرايبي كان طالع معاش، والحقيقه ان الراجل كان باين عليه مش مبسوط خالص. تقول له بقى هيا يا عم زمانك مرتاح بقى من الشغل وقرفه. قال لي ارتاح ازاي يا ابني، ده المعاش اصلا مش مكفي ربع مصاريف. ساعتها الراجل بكى. في اللحظه دي قلت لنفسي من جوه مستحيل اعيش اللحظه دي، ولازم اوصل للحريه الماليه في اسرع وقت. الحريه الماليه دي يا زعيم توصل لها لما يجي لك دخل وانت نايم في البيت من غير شغل. المهم ان الدخل ده يبقى اكتر من مصاريف، ساعتها هتبقى حر فعلا. وحتى بقى لو حبيت تشتغل هتشتغل بمزاجك مش عشان محتاج. وعشان بقى توصل للنقطة دي عندك سكتين. الاول انك تفتح مشروع او شركة، مطعم بقى، سوبر ماركت، كافيه، ايا كان المشروع بتاعك. المهم بيزنس بيجيب لك ربح، بس الموضوع عايز بقى شويه مخاطره وشجاعه وشويه مغص في البطن كده على خفيف. والسكه التانيه انك تشتغل في وظيف او حتى وظيفتين، بس تحوش كل شهر جزء من دخلك وتستثمره صح في صناديق بقى، اسهم، ذهب، او حتى تشتري بمدخراتك دي شقه او عقار بتجيب لك ايجار. في الفتره الاخيره ناس كتير على السوشيال ميديا تقول لك اجري ورا حلمك واعمل مشروعك الخاص وفكك بقى من الوظيفه اللي من 9 ل 5 وما تبقاش عبد. لكن مش دي الحقيقه، لان كل الناس مش هتعرف تعمل مشاريع. وحتى برضه لو تعرف تعمل مشروع في مرحله من حياتك انت محتاج الوظيفه عشان تبني منها ثروه وتبني منها خبره تقدر تدير بيها مشروع. عشان كده نصيحتي ليك اختار الطريقه اللي تناسبك واللي توصلك للحريه الماليه باسهل ما يمكن.